أنهي نادي الزمالك كافة التفاصيل المالية والإدارية الخاصة بصفقة ضم الجناح البرازيلي خوان ألفينا لاعب فريق ألكسندريا الأوكراني، وتمهيداً للإعلان الرسمي خلال الساعات القادمة. يستعد الزمالك لإنهاء بعض الأمور ووقع اللاعب على عقود انضمامه إلى الزمالك لمدة 4 مواسم بعد التوصل لاتفاق نهائي مع ناديه الأوكراني، الذي سيحصل على مقابل مالي 600 ألف دولار نظير الاستغناء عن اللاعب. أما اللاعب نفسه وحسب ما علمنا فسوف يحصل على راتب سنوي قدره 300 ألف دولار، وينتظر الزمالك فقط استكمال الإجراءات الرسمية قبل الإعلان عن الصفقة بشكل نهائي ورسمي من داخل نادي الزمالك عن آخر مستجدات الموقف بخصوص صفقة حامد حمدان، اللاعب الذي يرفض بتروجيت بيعه للزمالك. لا يزال الزمالك حاتي الآن يحاول في الصفقة آخر عرض تقدم به الزمالك، شمل عرضين رسميين لنادي بتروجيت من أجل التعاقد اللاعب. العرض الأول يتضمن ضم اللاعب الآن بقيمة 40 مليون جنيه، أما العرض الثاني وهو انتقال اللاعب للزمالك في يناير المقبل مقابل 20 مليون جنيه. بتروجيت حتي الآن يبحث الأمر، والاتجاه الأقرب هو تأجيل انتقال حمدان إلى نادي الزمالك حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة. أعلن نادي فاركو ضم أحمد رفاعي مدافع نادي الزمالك في صفقة انتقال حر بعد فشل انضمامه لنادي غزل المحلة خلال فترة الانتقال الصيفية. نجح نادي البنك الأهلي في التوصل إلى اتفاق نهائي مع نادي الزمالك لضم المدافع مصطفى الزناري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. وضمن صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية سينتقل الزناري إلى البنك الأهلي معاراً لمدة موسم، وجاء إتمام هذه الصفقة قبل ساعات قليلة من غلق باب القيد الصيفي في مصر، المقرر منتصف ليل اليوم الأربعاء.